احلى سلام لاحلى متتبعين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في اتم الصحه. فين وصلتوا مع سيدنا رمضان غلبكم ولا غلبتوه والله يكملوا على خير بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم واحد العصير كوكتيل من الفواكه، عصير منعش طبيعي صنع منزلي بفواكه متوفره الحمد لله في بلادنا. نخليكم مع الطريقه والمقادير. شكرا للمتابعه ديالكم، شكرا لتعاليقكم الزوينه والمشجعه اللي ديما كنلقاها عندي، والله الا كنفرح صراحه. احلى متتبعين لاحلى عالم حنان. بالنسبه للمقادير غنحتاجو او اللي غنحضروا بها العصير 4 ديال البرتقالات، 3 ديال الحامضات، والحمد لله البرتقال موجود، الحامض موجود. اللهم نوجدوا حاجه حنا عارفين كيفاش وجدناها في الدار، ولا نجيبوا حاجه يعني راكم عارفين ديال على برا ما كتعرفوش شنو كتشربوا. المهم الفواكه انا اللي نرافقها البرتقال والحامض، وانتم لكم الاختيار. الكيوي، المونغ، اناناس والفريز الحمد لله متوفرين وما غاليينش، وماشي بالضروره تاخذوا كميه كثيره، ممكن اي شي حاجه قليله اللي تنسموا بها العصير ديالنا. غنقشروا الليمون، البرتقال والحامض، ما نخليوش هذوك جلوف البويض، يعني نقشروهم مزيان. وهانتوما ضفت واحد التفاحه غير ما صورتهاش لكم، ما كنتش حطيتها. التفاحه هي زيدوها لهذوك الفواكه المرافقه وقشرتهم مزيان، حيت لهم هذيك الجلده البيضاء صافي. وغنبداو نطحنوا. بالنسبه للماء اللي غنرافقوا العصير ديالنا، اطرو لاروب ديال الماء مع 5 د المعالق ديال السكر سنيده. اللي بغى يزيد سكر يعني على اللي بغى يزيد السكر على خاطرو، اللي ما بغاش ينقص. ومن الاحسن ما نديروش حلو بزاف، نحاولوا نقصوا الحلاوه. هنايا خديت الخلاط الكهربائي وضعت فيه البرتقال والحامض، 5 د المعالق كبار ديال السنيده، بترول لاروب ديال الماء، ونطحنوه مزيان. خاصو يتطحن مزيان. من بعد ملي غنطحنوه غنجيبوا واحد الصفايه وغنصفيوه ضروري باش هذاك التخت يبقى في الصفايه وينزل لنا عصير هو هذاك. العصير ديالنا من بعد ما صفيناه وغنقسموه على 2، حيت دوك الفواكه ما غنديروهمش في دقه. كل قدر ديال العصير غنوضعوا معاه الفواكه. المهم العصير الاول درت فيه الفريز والكيوي، والعصير الثاني غندير فيه التفاح والمونغ والاناناس، باش كل واحد تاخذوا الطيبه ديالو والمذاق ديالو. العصير ديالنا وجد خفن زربن دخيه، كيجي اش غنقول لكم رائع في المذاق، منعش. جربوه في هذا رمضان غينفعكم. تحياتي لكم وعواشركم مبروكه، ودمتم اوفياء لعالم حنان. خليتكم على خير.